طيب خليني اقول على الموضوع ده. أيوة. شيفر، شفت بقى انا اللي خليتك تقول. قول، انا هسأل بقى، قول. مفيش فواصل لو سمحت دلوقتي يا حماد. شيفر المفروض ان هو كان قريب جدا من النادي الاهلي زي ما حضرتك ما ذكرت بالظبط كده موضوع الوكلاء، وهو المفروض انه الراجل اللي تلقى مكالمه هاتفيه من مسؤول كبير في النادي الاهلي قال له من فضلك مالكش دعوه بالوكيل اللي معاك، واطرح عليه اسم وكيل تاني، هقول على اسمه في وقت المناسب. طرح عليه اسم وكيل تاني، قال له خليك مع الوكيل ده، وطلع الوكيل التاني دوت اللي هو بتاعك، طلعه من اللعبه وطلعه من القصه، قصه وكاله، وقصه الواحد حقيقه بينقى بيها عن النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. هيجي وقت والوكيل ده، اقول لكم معلومه متاكد منها، اذا اتضغط عليه بشكل او باخر او اذا حس ان حقه هيضيع في شيفر هيطلع يتكلم. انت ليه يا كابتن بتعمل فيها كده؟ انا ما بعملش حاجه، دي الحقيقه لازم توصل للناس. وانت الميكروفون بتاعك ده مسؤوليه، و90 يعني الناس بتصدقها على طول. والمعلومه اللي انا قلتها دي رايك فيها ايه، صحيحه ولا لا؟ هي هم بيقولوا ايه السياسيين؟ اقرب الى الصحيح، اقرب الى الصواب. طيب السياسيين بيقولوا كده. هي بنسبه 100% صحيحه، بنسبه 200%. ربنا يخليك يا رب.